السلام عليكم. شيخ لاباس؟ الله يسخر. السلام عليكم استاذ. لاباس؟ شاف السيد لاباس؟ شيخنا عنده قضية ما باليش لا صدق بيها. طالع الدوسي ديالو ما عندوش عنده شهادة. وش اسمه هذا؟ أحمد سقلاب. عنده شهادة مدرسة. نحن الواحد تاعك قاعد تصور فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الجزائريين اللي يتابعوا القضية تاعي، هذا هو عميد كلية الجزائر، عميد جامعة الجزائر 3 إعلام واتصال وعلوم سياسية وعلاقات دولية. دخلنا له المكتب بمجرد ما عرف اسمي وعرف أني صاحب الفيديو، ناض مباشرة وخرجني من المكتب تاعه وقال لي الملف تاعك لقيناه والجامعة والله ما تدخل تقرأ، راك مطرود نهائيا وسنتابعك قضائيا على هذا الفيديو. قلت له يا أستاذ ليكن في علمك أنه القضية تاعي ما كانتش رايحة توصلك لولا هذا الفيديو، بالرغم من أنك عميد في هذا الكلية، لأنه الزوالي والإنسان اللي ما عندوش معرفة عمر القضية تاعو ما تلحق للمسؤولين الكبار، لأنه أصلا غير مهتمين به في هذا البلد هذه. إن كان عنده موهبة ولا إن كان إنسان يقرأ ما يقراش لا يهمهم أمره، لأنه أصلا ما عندوش كتاف وما يقدرش يوصل لهم وما يقدرش يأذيهم. قلت له إحنا منبرنا وسلاحنا هو الانترنت، وكاين رجال في هذه البلاد وكاين ناس ستقف معي بإذن الله جل وعلا. هذا المدير هذا اليوم طردني من المكتب تاعو وقال لي سأتابعك قضائيا لأنك صورت الإداريين توعي. قلت له الإداريين هذم اللي صورتهم لو تسمع، لو كنت منصف وكنت صاحب حق وسمعت الكلام اللي قالوه كنت توقف معايا ما توقفش معاهم، لأنك لو كنت في خدمة الطالب صح، لو كنت صح في خدمة الطالب، طالب يطرد من الجامعة بدون علمك نتايا ويضيعوا الملف نتاعو بدون علمك نتايا، نورمالمون تحاسبهم هما ما تحاسبنيش انايا. لماذا ما سألتهمش على وين كان الملف؟ لماذا ما سألتهمش علاه طردتوا الطالب هذا؟ علاه ما قلت لهمش هذا الطالب هذا علاه قضيته ما لحقتنيش؟ علاه مباشرة جيت حبيت تطردني أنايا وهما ما عاقبتهم، ما درت لهم ولا شيء، بالعكس أيدتهم وقفت معاهم وداروا إضراب وكذا وقال لك سبحان الله دولة الباطل. ولكن هذه عصارة بوتفليقة. إذا كان الرئيس لا يعلم كيف البلاد كيفاش راها تسير، فما بالك بعميد كلية؟ فما دونه أهون، ما دونه أهون. وهلم جرا على باقي الإدارات وباقي الشباب التي تعاني في هذه البلاد وكل القطاعات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لبلادنا أن يرزقها رجالا خيرا من هؤلاء المافيا. حزب فرنسا، جنرالات كانوا في جيش فرنسا فأصبحوا مجاهدين وأصبحوا هم الذين خدموا البلاد وخدموا العباد، وهم بالأمس القريب كانوا يقتلون ويذبحون ويقتلون في أبناء الشعب الجزائري بأمر من أسيادهم وموجهيهم الفرنسيين. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الرجل هذا ما كان ليكون عميد لجامعة الجزائر لولا شيتته وتقديسه لملك الروسا وحزب فرنسا. النظام الجزائري سيزول بإذن الله، سيزول.